ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. والنهارده بقى روتين مختلف، انا روتين النهارده عند اهلي مش في بيتي. فالاضاءه بقى سامحوني عن الاضاءه النهارده، لان الاضاءه مش اللي هي، فمعلش بقى انا بره البيت عند اهلي، فالاضاءه يعني مش مساعداني عشان مش معايا الرينج لايت بتاع التصوير. فالاضاءه بصراحه يعني مش مشجعاني ان انا اصور لكم اي حاجه هناك. فانا قلت اعمل الروتين الخفيف ده كده معاكم النهارده، واسلم عليكم بحيث ان انا ما طلعتش معاكم خالص من اول رمضان وما صورتش اي حاجه في رمضان. ده اول فيديو ليا في رمضان، فيلا بينا كده نشوف هنعمل ايه النهارده. النهارده روتيني خفيف كده وبسيط زي ما انتم شايفين كده. مسكت البصله، قشرتها بقى وظبطتها، وهنا خرطتها بالسكينه. بصراحه كان اديلي فتره ما عملتش بصله خالص بسكينه، فالنهارده قلت لماما انا هعملها بالسكينه كده، بتبقى حلوه كده مفلفله. انا بعملها بصراحه بتبقى عامله زي الرز كده، يعني بتبقى خلطه، يعني مش اي حد يعملها بالسكينه. فقلت بقى اعمل لماما كده حبه طبيخ قلقاس حلوين بصراحه، لانها تعبانه معايا جدا الفتره ديتي انا وولادي، ومطلعه عينيهم يعني بالعيال. فقلت والله ايه ارد لها كده جزء بسيط من الحاجات اللي هي بتعملها معايا هي ومرات اخويا. فقلت لهم لا، انا النهارده انا اللي هعمل لكم الاكل. فبصراحه هم كانوا نسي الاكل بتاعي اصلا. كان بقالهم مدة كبيرة يعني سنين ماما نسيت الاكل بتاعي، يعني نسيت طعم الاكل بتاعي عامل ازاي، لان انا ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي. انا معتمد عليها في كل حاجة، فلما باجي هنا زيارة بصراحة ببقى مكسلة وببقى واخداه نوم، بقعد معاهم بنهزر بنضحك، ما بدخلش المطبخ ولا بعمل اكل. النهارده يعني قلت لا، ما منهاش فايدة كده، واعمل اي حاجة كده لماما دوقها الاكل بتاعي اللي بقالها فترة والله. وهي قالت لي كمان انت لولا التصوير، لولا ان انت دخلتي وعملت اكل، لو ما فيش تصوير انت ما كنتيش هتعملي اكل اصلا. فهي دي الصراحه يعني، بس يلا قلت ارد لهم حاجه من اللي هم عملوه فيا، مش موضوع تصوير يا ماما خالص. هنا طبعا عملت البصله صفرتها، وهنا بقلب فيها، وقلت ايه اعمل بقى في الطماطم وانا واقفه. حطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك، اللي لسه ما حطش اللايك ويحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هنا شايفين بقى يعني سر من اسرار ان الطبيخ يطلع معاكي طعمه تحفه. شايفين معلقه التومه المفرومه دي؟ معلقه تومه مفرومه على اي طبيخ بتحطيه، معلقه تومه مفرومه على البصله كده قبل البصله ما تستوي بحاجه بسيطه، يعني تبقى البصله مصفره كده، وتروحي نازله عليها بمعلقه تومه. التومه بس بتاخد تشويحه معاها ولونها بيصفر حاجه بسيطه، وبتروحي نازله بعديها بالطماطم. فالحركه دي او التركية دي بصراحه بتفرق كتير، بتخلي طعم الطبيخ في حته تانية خالص. يعني دي انا واخداها من ماما الطريقه دي بصراحه، ومعتمداها في الاكل بتاعي. هنا اهو جبت له القاس، اقشره، بما ان انا يعني ما باكلهوش، بس تحديت نفسي ان انا يعني هطبخه لماما النهارده، يعني تحديت نفسي. انا ما بطبخوش، ما بعملهوش اصلا، بس يعني عملته. قلت بقى ادخل بقى واجرب كده واشوف. هنا قشرته زي ما انتم شايفين كده، واقطعه بقى واجهزه وهتشوفوه معانا. ودي اول مره في حياتي اعمل فيها قلقاس بصراحه، يعني اول مره اعمل فيها قلقاس، ما بعملهوش لان انا ما باكلهوش، فما بعملهوش. ف يعني الحمد لله ظبط معايا وطلع طعمه تحفه والله العظيم. كله شكر لي فيه وقال لي تسلم ايدك. يعني هم عامه كانوا نسي الاكل بتاعي طعمه ازاي، بس كله شكر فيه والله وقال لي يعني ما شاء الله نفسك حلو جدا في الاكل، واقل اكل بيطلع معايا يعني بصراحه الحمد لله. يعني يمكن يعني بقول يمكن واخده الحته ديتي من ماما، ان اي اكل يعني بيطلع معايا طعمه حلو او بيظبط معايا، يعني الاكل ده بيبقى نفس، وعلى حسب ما انت بتحبي المطبخ المطبخ هيحبك. يعني كل ما انت تحبي ان انت تعملي اكل والله هو هيحبك، والاكل هيطلع معاكي مظبوط ويطلع حلو. طول ما انت بتعملي الاكل بفرحه وان انت مبسوطه وفرحانه وبتعملي الاكل بحب كده، بيظبط معاكي وبيطلع حلو. هنا اهو نزلت بالقلقاس، وبعد كده اديته كام غلوه. برضو تركية واخداها عن حماتي، ان انا يعني واخداها من حماتي، ان انا اغلي الحاجة نفسها في الصلصة قبل ما اضيف لها الشوربة. بتدي لون، سواء بطاطس او قلقاس او كوسة، بتدي لون للحاجة، بتخليها حمرا، وبعديها بشوية بنزل بالشوربة. يعني بتخلي الطبيخ نفسه ياخد، يعني بيبقى لونه احمر بزيادة. هنا بقى انا خلصت القلقاس كده ودخلت نمت شويه بصراحه، ريحت، قمت لقيت مرات اخويا غاسله بقى الجرجير ومجهزه العصير والسلطه والكلام ده كله. فانا وبقول لها يعني ان انا النهارده ما عمل هي حاجه بسيطه، بس رديت لها جزء من الحاجات بصراحه اللي هي بتعملها معايا،
ويعني ان هي الفتره دي تعبانه شويه من الحمل، فقلت اهو اقوم اعمل اي حاجه ارد لها جزء من جميلها هي وماما من اللي هي بيعملوا معايا. هنا بقى دخلت على الاوضه دي، ابني بقى كان مكركبها حاجه فظيعه، يعني كانت المخدات والمساند دي كلها في الارض. بس انا ما جبتش المنظر ده، انا بقى رصيته كده وجهزتهم وفتحت الشباك الاوضه تتهوى، وقلت ارتب الاوضه كده قبل الفطار بحيث تبقى جاهزه عشان بعد الفطار نصلي فيها ونبقى جاهزين بقى ايه، يبقى ما وراناش حاجه. وشايفين هنا بقى انا كنستها وحطيت كل الترابه اللي عليها، جبتها على الدواسه دي كده وهاخدها بقى انفضها بره وارجعها تاني. وهنا كده نبقى جهزنا الفطار ومنه نضفنا الاوضه كده عشان بعد صلاه المغرب باذن الله نصلي بقى فيها التراويح والكلام ده كله. هنا بقى ده في السهره اخويا كان جاي بقى من بره كده، وجاب لنا معاه بقى شيبسي وراني وزبادي والحاجات دي كلها، دي السهره بتاعتنا. فالواحد بياخد الراني بتاعه بقى، عايز يشربها في السحور يشربها، عايز يشربها بعد الفطار براحته. فهو جاب لنا كده حبة تسالي نتسلى فيهم واحنا قاعدين. ويلا بقى سلام.